ازيكم عاملين ايه؟ النهارده طالعه اتكلم معاكم في حاجه، ان ولادك وبيتك مش هما كل حياتك. في ناس كتير هتقولي ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ لا طبعا هما كل حياتك. هما ليهم الاولويه، ليهم كل الحب وكل الرعايه وكل الاهتمام، بس مش هما كل المحور بتاع حياتك. لا، لازم يبقى لك حاجات تانية، يبقى لك صداقات، يبقى لك معارف، يبقى لك شخصيتك، يبقى لك شغلك، يبقى لك الكارير بتاعك. يعني مثلا تهتمي بنفسك، تهتمي تلعبي رياضة عشان تهتمي بصحتك الجسدية وتهتمي بصحتك النفسية. لان هيجي وقت بعد كده ولادك هيكبروا وهتلاقي نفسك لوحدك وملكيش اي اهتمامات في الحياة، ومش هتلاقي ليكي صداقات، وهتلاقي نفسك اهملتي في كل حياتك وملكيش اي حاجه. فانتوا وتقعدوا تلوموا على اولادكم بعدين، دول سايبيننا، دول مش بيهتموا بينا، دول مش بيسالوا علينا، وهم اصلا بيبقوا خلاص انشغلوا في حياتهم وفي شغلهم وفي جوازهم وفي بيوتهم وفي عيالهم. فانتوا لازم من دلوقتي يبقى ليكم الكارير وشخصيتكم الخاصه بيكم، يبقى ليكم صداقات انكم تخرجوا معاهم، تفكوا شويه عن نفسكم، تنزلوا تلعبوا رياضه، تنزلوا جيم، تهتموا بصحتكم، تهتموا بنفسيتكم. دي حاجه مهمه جدا كمان عشان حتى تقدري تتواصلي مع الضغط اللي في البيت ومع اولادك. لازم تفكي عن نفسك شويه، مش يبقى كل حياتك لا البيت والولاد ومش بخرج ومش بعمل ومش بشتغل ومش ومهمله في نفسي خالص، ومش مهتمه بشكلي ومش مهتمه بصحتي ومش مهتمه بنفسي خالص، ومهتمه بس بالجزء الخاص بولادي وبيتي. لا، لازم يبقى لك شخصيتك والكارير بتاعك وكيانك، وتهتمي بصحتك وتهتمي بالرياضه. انا بشجع جدا انكم تلعبوا رياضه يا جماعه، انزلوا الجيم يا جماعه، بجد هيفرق معاكم خالص 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 خالص. كلكم لازم تنزلوا الجيم، هيفرق معاكم في نفسيتكم وراحتكم وكل حاجه، صحتكم، انكم كمان تفضلوا يعني ما تعجزوش بسرعه، وتفضلوا تقدروا تشيلوا نفسكم فتره كبيره. فاهتموا بنفسكم. يا رب الكلام تفهموه صح، ويا رب اكون افدتكم، ويلا باي باي.